بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. إحنا حقيقة يعني ندافع عن الحق أينما كان وفي كل مكان، تمام؟ ومثل ما أننا لا نرضى على أن يقال في علي والحسن والحسين وفاطمة ما يسوء هؤلاء، لأننا نحن ولله الحمد والمنة نسير على منهج واحد واضح. لا نقبل بغيره، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة والعلماء من علماء هذه الأمة. تمام؟ يعني نسير على هذا المنهج ونسير ما عليه أهل الحديث. فمثل ما أننا لا نقبل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين، تمام؟ وبين قوسين يعني حتى يعني لا أحد يشكل عليه هذا الأمر، أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في مصطلح أهل البيت، وهن اللاتي نزلنا عليهن قوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس هذه يعني من باب التوضيح. فلما نقول أهل البيت نحن نقصد بذلك أهل البيت الذين أضافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكساء بعد نزول هذه الآية. فهناك أهل البيت الأصليين وهم زوجاته عليه الصلاة والسلام، وهناك أهل البيت الذين أضافهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت الكساء من أجل أن ينالوا الفضل الموجود في الآية. هذا هو الذي أدين الله عز وجل به. طيب، فأعيد وأقول بأنه إحنا مثل ما أننا لا نرضى على علي وفاطمة والحسن والحسين، تمام، كذلك لا نرضى أن ينسب إلى أناس من المسلمين ما ليس بحق. فالقول بأن قول الله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن أنهم بني أمية، هذا من الكذب الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من أصحابه ولا حتى من التابعين. ما في رواية صحيحة عن رسول الله أنه قال أنهم بني أمية، ولا في رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه قال أنهم بني أمية، فهذا من الكذب. ولذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن في باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الإمام البخاري أورد رواية، طيب، من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة في القرآن قال شجرة الزقوم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال ابن حجر في شرحه لهذه الرواية: قوله أريها ليلة أسري به، زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث: وليست الرؤيا منام. وقوله ليلة أسري به جاء فيه قول آخر، فروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال: أري أنه دخل مكة هو وأصحابه، فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة. وجاء فيه قول آخر، فروى ابن مردويه من حديث الحسين بن علي رفعه: إني أريت كأن بني أمية يتعاورون من بني هذا، فقيل هي دنيا تنالهم، ونزلت هذه الآية. وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث عمرو بن العاص، ومن حديث يعلى بن مرة، ومن مرسل بن المسيب نحوه، وأسانيد الكل ضعيفة. ابن حجر يقول: وأسانيد الكل ضعيفة. ثم قال: وقوله والشجرة الملعونة في القرآن قال شجرة الزقوم، وهذا هو الصحيح. وذكره ابن أبي حاتم عن 12 نفسا من التابعين. ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده، وإسناده ضعيف. يقول ابن حجر: وإسناده ضعيف. إذن ابن حجر يضعف الروايات الواردة على أن شجرة الملعونة في القرآن المراد به بني أمية. وهذا أصلا الذي ينظر إلى الأسانيد التي وردت فيها هذا الكلام يجد أنه الروايات كلها ضعيفة لم تصح. طيب، ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، ويرجع إلى تفسيره لهذه الآية والشجرة الملعونة في القرآن، قال في معنى كلامه أن الرواية الواردة التي فيها أن المراد بهم بني أمية أنها ضعيفة، وأنه شيء يعني رواية غريبة، أو كما قال عليه رحمة الله.
ثم قال وأن ما أخرجه ابن كثير ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق محمد ابن الحسن ابن زبالة وشيخه، قال محمد ابن كثير يقول أن محمد ابن الحسن ابن زبالة متروك الحديث وشيخه ضعيف بالكلية. ثم قال ابن كثير نقلا عن ابن جرير أن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم لإجماع الحجة من أهل التأويل. ابن جرير يقول أن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن المراد من الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم لا بني أمية. فبالتالي أصحاب الرمم هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة، مثل هذا اللي اسمه أبو مرخية أو ملوخية ما أدري إيش اسمه بالضبط، تمام، صاعم حاطها وهو يتبع معممي الشيعة، يقول بأن أن شجرة الملعونة هم بني أمية. ولما جاب كلام من تفسير الرازي، تفسير يعني جايب كلام للرازي لا مستند فيه ولا رواية صحيحة، ومجرد أن الرازي ينقل أقوال في هذه الآية. أذكر يا أخي مستندك. ثم هو يعني بنفسه هذا أبو مرخية يعني لما عرض القول يقول لك بدك تفهم افهم، ما بدك تفهم الله لا يجعلك تفهم. هذا هو دين أبو مرخية، يعني أريك ما أرى، عايز تفهم مش عايز أنت كيفك، تمام. فهذه هي العمم اللي ظاهر الآن، اللي بس مجرد أنها ترمي على بني أمية. والله لو كان القول على علي والحسن والحسين وفاطمة لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن لأن القول على بني أمية وبني أمية جدار ضعيف، حاشاهم طبعا، لكن هذا الواقع الآن، كل واحد يرمي عليهم بني أمية أرمي. نحن لا نقول بأن بني أمية معصومين، ولكن أيضا نقول بأنهم يعني حصل منهم خير كثير، وأن دولتهم قد يعني حصل فيها الخير الكثير الذي لم يحصل يعني في الدول التي حصلت بعد بني أمية. نعم غير معصومين، يقع منهم أخطاء، تمام، لكن كان فيهم خير، وكانوا للإسلام أعظم وخير وأفضل من الدول التي أقيمت بعدهم. هذا الواقع وهذا التاريخ، والتاريخ ما يكذب، التاريخ يسجل كل شيء يحصل، تمام. فبالتالي احنا يجب أن نكون منصفين، سواء على أنفسنا أو حتى مع الآخرين ممن نراهم أنهم خصوم لنا. أنا كسني لما يحصل شيء طيب ينبغي أن يكون منصف، أذكر اللي لي واللي علي، وكذلك الآخرين يكونون منصفين، والتاريخ يسجل كل شيء. بني أمية حصل منهم خير كثير جدا بشهادة كل المؤرخين. فالآن يعني نجعلهم كجدار ضعيف كل شيء نرمي عليهم، ولا نتحقق أيضا في الأقوال التي تنسب إليهم. خلاص يعني مجرد لأنهم بني أمية على طول نقبل أي قول دون تحقيق. هذا ما ينبغي ولا يجوز. هذا ما أردت بيانه وتوضيحه، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع. السلام عليكم.